ابن اللتبية أرسله النبي عليه الصلاة والسلام ليجبي الزكوات والصدقات، فأتى إلى النبي عليه الصلاة والسلام قال: هذا لكم وهذا لي، هذه هدية، هذا هدية. فغضب النبي عليه الصلاة والسلام وقام يخطب بالناس، قال: أرسل أحدكم ليجبي الزكوات ثم يقول هذا لكم وهذا لي، أفلا جلس في بيت أبيه وأمه فينظر ماذا يعطى؟ وهذا الخطاب ليس لابن اللتبية فقط، أيضا الخطاب للموظفين، موظفين في القطاع الحكومي ليس في القطاع الخاص، الذين يمثلون المسؤول، الذين يمثلون الحاكم. أدنى موظف حكومي يمثل الحاكم، أما القطاع الخاص هذا شأنه آخر ليس له علاقة بهذا الأمر على الصحيح. فتجد أن بعضهم ربما الآن يمشي لك أي معاملة حتى هي معرقلة على غيرك بحجة أنها من باب الهدية ومن باب العطاء ومن باب حتى المعطي ما يقول له رشوة، يقول له هذه من طيب نفس، يأتي لها بمقدمات. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: هدايا العمال غلول. وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: لعن الله الراشي والمرتشي. هذه رشوة حرام لا تجوز. كم عطلت علينا نزاهة الموظفين. بعض الموظفين فيهم كانت نزاهة ضاعت علينا الآن بحجة حق الشاهي وحق القات، والقات محرم وحق وبعد ذلك يعطيه. خذوها ضابطا في هذا الأمر حتى لا يلعب بك الشيطان. متى لي أن أعطي الموظف الحكومي هدية؟ هذا إذا كانت بيني وبينه علاقة سابقة قبل أن يكون مسؤولا، قبل أن يكون موظفا، بيني وبينه علاقة يهديني يعطيني فلا بأس، هذا لا يغير شيئا. لكن ما عرفته إلا من خلال الوظيفة ثم بعد ذلك يعطيه العطاء، فاتقوا الله يا عباد الله، أفسدتم الموظفين.